كان يقول هو إنه الخبز خط أحمر. أنا من طبقة مرفهة إلا ربع. إذا بتقولي لي ما تعرضتي بتكوني كذابة. إن شاء الله يكون 10 مليون دولار ما بقبل. بلقائنا الخاص مع الفنانة الجميلة والمهضومة هدى شعراوي بلشنا أسئلتنا بلا أحم وبلا دستور. بتوقفي على دور الخبز؟ لا أنا ما بوقف. أنا ما بوقف. أنتي أكبر من أنك توقفي على دور خبز؟ لا 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 مالي أكبر، أعوذ بالله، مالي أكبر. بس بدي أحكي لك على الخبز يا روحي. من على زمن المرحوم حافظ أسد الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة، كان الخبز كان يقول هو إنه الخبز خط أحمر. هلا عم ناخده بالبطاقة الذكية، ما شاء الله علينا شو تطورنا. هلا الغاز بالبطاقة، المازوت بالبطاقة، البنزين بالبطاقة، كله بالبطاقة. يا ريت يا ريت تلتغى هالبطاقة. دخيلكم يا هالمسؤولين يا حبايب قلبنا، الغوا لنا هالبطاقة الذكية. والله العظيم يعني حرام حرام، في ناس عم تجوع منها. يا حرام على الفقير، بتنزلي على السوق معك 100,000 ليرة بترجعي بلاهم ومديونة. ما شاء الله هلا بتدوري بالبلد بتلاقي المطاعم كلها مليانة، وبيقولوا لك في فقر وبيقولوا لك ما في مصاري. هو في مصاري بس نحن صرنا طبقتين، طبقة فوق فوق وطبقة داون. اليوم الست هدى من أي طبقة؟ أنا من طبقة مرفهة إلا ربع. لا ما رح أشرح لك إياها، روحي اشرحيها لحالك. يعني مالي مرفهة كتير بس ماشي حالي الحمد لله. ولكن عندك عاملات بالمنزل بوقت اليوم الشعب السوري هو ما معه حتى يجيب هدول العاملات. يا عليكي ضربتيني على الوتر الحساس يا ملعونة حبيبة قلبي. أنا واقعة ببرنامج ضي الأناديل من الفان على الأرض وعندي 5 ديسكات بظهري. أنا ما بقدر طخي على الأرض وامسح، ولذلك مضطرة أجيب وحدة. شي مرة تعرضتي للتحرش؟ وأنا صغيرة مو هلأ. خبريني أكثر. لا ما بخبرك أكتر يا أختي، أنت عم تطلبي طلبات مو معقولة بنوم، بس ما بتذكر شو هو. خلص مضى عليها سنين لك روحي. انت بتتذكري من 10 سنين تعرضتي للتحرش؟ اذا بتقولي لي ما تعرضتي بتكوني كذابه. لا ما بصير، كل صبيه بدها تتعرض، ما في. أنت والفنان نزار أبو حجر على خلاف، حيكون في صلح قريبا أنت وياه؟ والله ما بعرف، تركي هالشغله للظروف. انا اتواصل انا اتواصل. لا لا هو جرب ولا انا جربت. اليوم إذا بيعطوكي دور بطولة إلى جانب الفنان نزار أبو حجر تقبلي ولا لا؟ لا ما بقبل، هيك حرة انا. إذا كان المبلغ 1,000,000 دولار؟ ان شاء الله يكون 10 مليون دولار ما بقبل. أنت عم تقولي لي إنه ما بتقبلي تكوني معاه بنفس المسلسل، هذا لا يعتبر عداوة؟ خاصة. هي شغلة خاصة لا تتدخلي فيها ولا تطلبي مني احكي لك اياها.